السلام عليكم اخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي عالم بشرة. كنتمنى اشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد واجب وتعليق من عندكم، وشكرا. في هذا الفيديو هذا نشارك معكم طريقه باش ناخذ موعد البطاقه الوطنيه. اول حاجه خصنا ندخلوا هذا الموقع هذا اللي خاص بالبطاقه الوطنيه، اللي فيها جميع المعلومات الخاصه بالبطاقه الوطنيه اللي دارتها وزاره الداخليه. كنمشيو تعبئة طلب مسبق، يعني لأول مرة غادي يدخل يمشي لتعبئة طلب مسبق، واللي فيت منه عمر وبغى يمشي يشوف تتبع أو إتمام الطلب كيمشي لديك الثانية. الآخرين حالة خاصة. كيف ما كتشوفوا كتعطيونا نوع طلب مسبق، عطاونا جوج: طلب بطاقة لأول مرة وطلب تجديد البطاقة، على حساب شنو بغيتو نتوما. كتشوفوا شنو اللي بغيتو وكتمشيو ديروا اختيار اللي تحت منها. كديروا بعدا أول حاجة أوافق على شروط الحمل الاستخدام، عاد كنمشي الاختيار. بالنسبة للسن القانوني من 16 سنة إجبارية كيف ما كاتبين. اللي أول مرة غادي يمشي لديك ديال أول مرة، واللي بغى يجدد البطاقة كيمشي للآخرى. إلا سالت ليه البطاقة ولا توضرت ليه ولا شي حاجة غير هي. كاينين بعض المراكز كتمشي بلا موعد الناس اللي بغا يجدوا البطاقة، حيت كيكون عليهم الضغط بزاف والموعد ما كيكونش، يعني ممكن يمشي بلا موعد. لأول مرة خصو ياخد موعد. بالنسبه للناس اللي عندهم بكالوريا راه كيديروا لهم معاهم وقت محدد باش يجيبوا شهاده مدرسيه وكيسجلوهم، يعني بلا موعد بلا حتى شي حاجه. كيف ما كنشوفوا كندخلوا المعلومات: الاسم العائلي كنديروا بالعربيه والفرنسيه، كنديروا الاسم الشخصي حتى هي بالعربيه والمقابل ديالها بالفرنسيه، وكنديروا جنس واش انثى ولا ذكر، وتاريخ الميلاد كنديروا اليوم والشهر والسنه. كنختاروا بلد الازدياد، كيعطونا اختيارات. والجهه المقابله كنديروا مكان الازدياد بالفرنسيه، وبالعربيه تاني كنديروا تحت في مكتوبه مكان الازدياد. والعماله او مدينه الازدياد حتى هي كنديروا اختيار، ولا كنديروا غير البحث ويعطينا. الجنسيه الاصليه كيعطوك اختيارات. والجماعات اللي تزاديتي فيها جماعه. كتمشي لنوع المهنه كيعطوك اختيارات، كتختار على حسب واش المهنه، ولا كنتي طالب راه كدير طالب، او كنديروا المهنه وكنديروها بالفرنسيه. صافي كنهبطوا نكملوا المعلومات الباقيه. كنمشيو نعمروا المعلومات ديال الحاله المدنيه، كنكتبوا السنه اللي تسجلتي بها بالحاله المدنيه ورقم الحاله المدنيه. اللي ما عارفش كيمشي للحاله المدنيه ديالكم وكيمشيو للبلاصه فين كاين الاسم ديالكم كتلقاوها مكتوبه. الوضع العائلي: عازب ولا مطلق ولا متزوج ولا ارمل، كتختار على حساب. وكنمشيو نكملوا المعلومات ديال مكان اقامه. كنديروا بلد اقامه كيعطيونا اختيارات. كنديروا العماله او مدينه الاقامه حتى هي فيها اختيارات. والجماعه ممكن نبقاو نختاروا، كيعطونا اختيارات اخرين كنختاروا. كنكتبوا العنوان ديالنا بالعربيه وفي الجهه المقابله بالفرنسيه. في اي مرحله عمرتي معلومات ديروا التالي باش يدوزوكم الصفحه الاخرى النيت في نفس الباجير المرحله الاخرى. كندوزو النسب، كنديروا اسم الشخصي للاب وكنديروها بالعربيه والفرنسيه، والاسم العائلي للاب حتى هي بنفس الشيء بالعربيه والفرنسيه، والاسم الشخصي للام بالعربيه والفرنسيه، والاسم العائلي للام بالعربيه والفرنسيه. كنديروا اسم الجد بالعربيه والفرنسيه نفس الشيء. وبالنسبه للاسم العائلي للجد الا كاين كديروا والا ما كاينش ما كديروش، لان الناس البكري كاين ما عندهمش داكشي علاش ما دايرينش عليه اجباري، ما دايرينش عليه ديك علامه حمراء. والاسم الشخصي للجد من طرف الام بالعربيه والفرنسيه، ونفس الشيء بالنسبه للنسب الا كاين كديروا ولا ما كاينش ما ديروش، يعني ما تخلو خاوي. تحاولوا تكتبوا بشويه ليكم، كتبوا داكشي صحيح، ما تخلطوه في حتى شي حاجه، بشويه ليكم. دابا نمشيو لمعلومات اضافيه. معلومات اضافيه فيها رقم الهاتف، كندخلوا رقم الهاتف والبريد الالكتروني، وكنديروا الشخص الذي يجب الاتصال به في حالة طوارئ، يعني الا بغيتي شي واحد اخر ديروا شي رقم اخر. صافي وكنديروا التالي. لكن قبل ما ندير التالي من نكمل المعلومات ندير النسخه الاحتياطيه المؤقته، يعني باش تحتفظوا بداك المعلومات اللي دخلتوا، باش لو وقع لكم مشكل مشات لكم الانترنت ولا ما دزتوش في المرحله الاخرى ديال الموعد كتدخلوا غير واحد الرقم كيخرج لكم بعد
هو اللي كتبقاو تدخلوا به وكيعطيكم هذوك المعلومات كلهم اللي دخلتو، يعني بلا ما تبقى كل مره تعاودوا المعلومات. يعني كيف ما انا غادي ندير النسخه الاحتياطيه كيف ما شفتوا المؤقته وتشوفوا الميساج اللي غادي يعطيني. كيخرج لينا هذا الميساج هذا كنديروا نعم باش انا يحتفظ ليا بداك المعلومات اللي دخلت، باش نكمل فيها بها اجراءات اخرى ديال خصوصا ديال الموعد. كيف ما كتشوفوا التماحف في المسودة طلبكم النجاح رمز لطلبكم هو داك الرمز كتحتفظوا به، كتكتبوه ولا ديروا لي كوبي ولا المهم خصكم تحتفظوا به، لان غادي نوريكم شنو غديروا به من بعد. من بعد ما دخلت المعلومات ديالي ودرت التالي وقع لي مثلا شي مشكل، ما عنديش الانترنت وقفت ليا ولا طفى ليا الحاسوب ولا التليفون ولا اي حاجه، ولكن درت النسخه الاحتياطيه مؤقته وعندي داك الرقم، ها باش كنكمل الاجراءات اما التتبع او لا اتمام الطلب. اشنو كندير؟ كنمشي للصفحه الرئيسيه اللي دخلت لها من الاول وكنمشي تتبع او اتمام الطلب. ممكن يوقع لكم شي مشكل ولا ما وقع لكم حتى شي حاجه، راه ملي كديروا التالي كيعطيكم موعد وكتكملوا الاجراءات اللي هي غادي نشوفها من بعد. انا هذه المرحله هذه درتها باش الا وقع لكم شي مشكل تلقاو النسخه الاحتياطيه بلا باش تعاودوا المعلومات من جديد. كيف ما قلت لكم كندخلوا للصفحه الرئيسيه فين دخلنا المره الاول فين كتب من درنا تعبئه طلب مسبق، كنديروا دابا تتبع او اتمام الطلب كنوركوا على هذيك الوسطينيه. كتخرج لنا هاد الصفحه هادي كيف ما كتشوفوا فوق كاين رقم البطاقه الوطنيه، كيديروها الناس اللي ديجا عندهم البطاقه الوطنيه غير بغاو يديروا تجديد اولا توضرت ليهم اولا تسرقات ولا اي حاجه. وبالنسبه للثانيه رقم الطلب، هذاك رقم الطلب كيديروها الناس اللي اول مره غيتسجلوا، هو داك الرقم اللي قلت لكم كيعطيكم في الاخر ملي كديروا النسخه الاحتياطيه مؤقته. صافي كنديروا تاريخ الميلاد اليوم والشهر والسنه وكنديروا بحث. من بعد كتخرج لنا الصفحه اللي عمرنا فيها المعلومات ديالنا وكنهبطوا لتحت كنديروا التالي، كيقول لك هل تريد تحديد موعد؟ طبعا كنديروا نعم. من بعد كتخرج لنا الصفحه هذه كنمشيو لمركز ايداع كنختاروا المركز اللي عندنا، الا عندكم واحد راه طبعا كتختاروا هذاك واحد، الا عندكم اكثر من واحد راه كتختاروا اللي تابعين ليه نتوما. صافي وكنديروا التالي. من بعد كتخرج لنا هاد الصفحه هذه فيها الشهر ويعني والايام وكتشوفوا اليوم اللي خاوي عندكم اللي خاوي يعني ما فيش معليش المواعيد وكتختاروه. من بعد كديروا التالي وكيعطيكم حتى اليوم ومن بعد كيعطيكم حتى الساعه. الا ما عطاكمش في هذا الشهر كتشوفوا الشهر اللي جاي اللي تابع. المهم كيخرج لكم بحال هاد الصوره هذه كيكون كتشوفوا النهار اللي خاوي وكتوركوا عليه وكيعطيكم الساعات اللي كاينين وكتختاروا. من بعد كتكملوا الاجراء كديروا التالي. الا كاع الشهور كتقلبوا ما لقيتو حتى نهار خاوي يعني راه كاين شي مشكل، كيكون ماشي المشكل في الموقع، كيكون مشكل ان شي شخص هو اللي محتاج هذوك المواعيد كاملين كياخذهم، شي مستبير مثلا كما وقع لينا في المدينه عندنا. داكشي علاش انا هنا كنعاود كل مره ما كنلقى حتى موعد ديال السنه كامله ما كاينش، يعني لقينا مشكل ان واحد الشخص او الاشخاص كيتم الحجز على المواعيد كاملين بطريقته هو الخاصه. ما عرفتش انا واش قانوني ولا ماشي قانوني ولكن لقينا مشكل. هذا ما كان. الا وقع لكم هكا سيروا سولوا المركز اللي تابعين له على هذا المشكل كيف ما وقع لنا حتى حنايا. صافي كديروا التالي وكتكملوا الباقي، كتخرجوا شي ورقه شي استماره فيها الموعد والاسم والمعلومات ديالكم. باقي المراحل كتبقاو غديروا غير التالي كتعطيكم معلومات ثاني كديروا التالي حتى كتوصلوا للاخر تاع الاستماره. صافي كتيليشارجيوها كتحتفظوا بها عندكم، يعني ما كديروا حتى شي تغيير كتبقاو غير تالي نعم تالي نعم صافي حتى كتخرج لكم الاستماره. كنتمنى تكونوا استفدتوا من طريقه اخذ موعد، وكنتمنى الاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس، وشكرا على التتبع ديالكم حتى النهايه.